محمد هاني لغز ملوش حل. يعني ده محمد هاني ده زي كأنه سؤال مش هتعرف تجاوبه. يعني ايه محمد هاني باك يمين النادي الاهلي ويبقى عنده السذاجه الدفاعيه دي؟ احنا في وجود علي معلول، لما كان علي معلول بيلعب باك شمال كنا بنقول خلاص محمد هاني هو اللي بيأمن مع الاثنين المدافعين ورا، ادي ثلاثه، وعلي معلول هو اللي بيكمل وهو اللي بيعمل الجانب الهجومي من ناحيه الشمال. لكن دلوقتي محمد هاني، وقبل كده محمد هاني عنده مشكله غريبه ان هو ممكن في ماتش يبقى حلو قوي وماتشين ثلاثه وحش، ممكن يقعد شهرين حلو قوي وبعد كده بقيه السنه وحش. في الماتش نفسه، في الماتش الواحد نفسه سرح في الجول الاولاني وتساهل، وفي رؤونه غريبه في ان هو يحاول يشتت الكره برجله الشمال، مش يحاول ياخدها ناحيته ويطلعها برجله اليمين. لا، ده في الجول الاولاني وتسبب فيه طبعا بعد ما راوغت محمد الشناوي. وفي الجول الثاني انا مش عارف اقول ايه، انا مش عارف اقول ايه. في الجول الثاني كانه انا مش هدافع، انا واقف بتفرج، انا كانه واحد من الجمهور، كانه واحد من الجمهور. وخلى الواد لعب خد الكره جوه الملعب وعمل التسديده ودخلت المرمى بعد ما الشناوي طبعا بيجري وراها على انها طالعه بره كالعاده يعني، ودخلت جوه.